ضيفنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو النجم المتألق سعد الصغير. أهلا بيك معنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو، دايما منور من خلال أعمالك الجميلة، ومبروك عفاريت محرز. ربنا يخليك يا ابو سماح، انت منورنا ومنورنا كلكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا سعد، ودايما كده حالة من التألق والانتعاش على كل المستويات، إن كان السينمائي أو الدرامي والغنائي كمان باذن الله. ومبروك عفاريت محرز. وعفاريت محرز عامله ايه بقى مع سعد الصغير؟ عايز اقول لك طالع عيني يعني اول مره عايز اقول لك اول مره انا ده الموضوع صعب قوي. انت عارف السينما بناخد شطات. يعني اما اجي 4 كلمات في الصفحه اتجنن. ايه ده 4 كلمات؟ عارف اقعد احفظ. جيت لقيت 6 صفح. 6 صفح تحس عارف انت العيال بذاكر من الاول بقى 13 مشهد واجي ايه ده يا جماعه؟ ده موضوع صعب. ده الناس دي بتتعب يا عم، تاخدوا فلوس كتير والله. عايز اقول لك بقى انا كان نفسي اخش تلفزيون، يعني اخش بيوت الناس من زمان. انت عارف السينما طبعا في ناس بتيجي لكن انت دخلت التلفزيون طبعا. انت عارف التلفزيون المصري لاي حد بتبقى علامه، وعارف انت بتعرف الناس سعد ايه وبتاع، لان في السينما طبعا مش كل الناس اللي بتخش السينما. فكان نفسي من زمان اول ما اتعرض عليا المسلسل ده، عايز اقول لك مضيت يعني من غير ومش شرط ان انا اقول حاجه. انا غيرت اسمي يعني. هي اصلا المسلسل اسمه عفاريت محرز، فانا قلت بقى يقول لك ده عامل مسلسل على اسمه، انت عارف بقى الكلام. طب يا جماعه غير اسمه. لا ده هو المسلسل اسمه كده. طبعا اصلا فكروا ان انا عامل مسلسل بايه، انا فاهم انت. لكن هي اصلا اسمها يعني هو جاي كده، مش انا. طب وايه المشكله حتى لو عملوا؟ ما بحبش انت عارف الكلام دوت والبطولات انت راجل نجم وعامل شغل جميل ولازم نشجع يعني اي واحد مجتهد وبينجح وبنشوف النجوميه بتزداد نشجعك. ليه ما نشجعك؟ ما بحبش حاجه اسمها بطولات. انت عارف لسه واحد برضه على قده، مش عايز بقى بطوله وساعد بيعمل بطوله. عارف الكلام ده هتلاقي في كل افلام هتلاقيني 5 اسم. حد يقول لي بطوله، ده احنا بطوله جماعيه حاجه كده. باختصار كده عفريت محرز عايز اقول لك واد حلاق شيك قوي ستايل مود زي الكوافير. انت بتروح عنده كده بس انت بقى بتروح الكوافير تقول له الحساب كام مديله فلوس. انا ما ينفعش حد يديني فلوس. انا كنت حالق زيرو على فكره. لا وبعدين انت قلت لازم بقى الفلوس تجي لي بصرف. عارف انت عبد السلام النابلسي، بس يا رب عبد السلام النابلسي على شغل عالي. على شغل عالي. اللي هو محرز ده بيورث فيلا. حلاق تخيل بيورث فيلا ويروح يورث الفيلا يلاقي فيها 3 عفاريت. هم اللي هيطلعوه ولا هو اللي هيطلعهم؟ وايه الاحداث اللي بتحصل؟ الاحداث. ومين بقى ال3 عفاريت اللي معاك؟ معايا رامي غيط واحمد راتب، ومعايا ممثله جديده اسمها سوكي، وتوتي برضه. وتوتي كده عشان الرياضه وعشان اهلا بحضراتكم يوم جديد وبرنامجكم بلاتو. وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. ده المعروف هو تحرق الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية في بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية واحنا كلنا بنحبه. اخبار يعني شايفينك دلوقتي لابس لبس الشخص. ده يعني انا كنت عامل بحاول ما انا من كتر الموضوع بحاول اطلع العفاريت منين من الفيلا. فعامل فيها ايه دجال وبتاع، وجاب شويه اللي هو الاونطه اللي بتحصل عندنا في مصر ده. فبحاول يعني كده اطلع عفاريت، بس دول عفاريت يا راس لو جبت لهم ما تقلقوش. عمال بقى كل شويه عمال اعمل لهم محاولات مش راضيين يطلعوا. وكل الحلقات بقى يعني متصله ولا كل حلقه غير الحلقه الثانيه منفصله؟ لا في حلقه هم متصلين كلهم حضور، بس كل حلقه في نجم. في نجم في نجم حوالي 30 نجم موجودين. بيجي ضيف شرف. يعني النهارده معانا الدكتور اشرف زكي. طبعا ده حاجه شرف طبعا تشتغل مع الدكتور زكي. ده اشرف زكي ده حاجه طبعا فخر طبعا. وعايز اقول لك اشتغلت مع ناس انا يعني بقيت سعيد وانا قاعد جنبهم. بس انا كنا اشتغل مع احمد راتب، ده عارف حاجه جامده قوي يعني. يعني واحد بيفتخر بيها بس، وربنا بقى يستر. طب محرز عامل ايه مع سعد الصغير؟ متغير جدا. عارف متغير جدا. لا انا معايا مخرج عايز اقول لك حقيقه، هو ده اللي بسطني. استاذ اسد. كل ما اجي اقول ابن عمي بالسرعه حاسب انت ساعد اقلب انا عايز محرز. فمحرز بيتكلم عادي اللي هو الحلاق العادي بتاع السلام عليكم انت فين يالا وبتاع، بس من سعد الصغير. عارف انت حد ايه تاني، حد يعني غلبان وبقى تنك او بس ما بيفتريش. هو بس ايه عايز يعيش ان هو تنك ومش عارف. سبحان الله برضو الفقر ايه ويروح راجع تاني. مفيش فايده. اللي هو سعد الصغير، بس ما تورينيش سعد الصغير فيك بس. فدي الحاجه الوحيده ان المخرج كل ما اجي اعمل كده تعالى يقول لك تعالى. فدي عجباني قوي الحمد لله. انتوا مين حضرتكم؟ احنا العفاريت. عفاريت ولا قصدك ام الخير وبسيمه مراتك؟ جمدي قلبك خليكي واطيه زي امك. محرز وارث الفيلا وعليها 15 جنيه المكواج. انت باين عليك هتجيب عيلة محرز الارض. الاسطوره محرز. الفرايق وصغير. سرديناتو مخي فيها. الظاهر ياما موضوع الورث ده عمل له صدمه في نافوخ.
انتوا هتعرفونا من اولها ولا ايه؟ اخيرا جه اليوم اللي هننتقم فيه من عيله محرز. صيح الدين. انا رئيس مباحث قسم العفاريت اول. عفريت زميلنا كان لابسه بني ادم. خرجته ازاي؟ خرج بكفاله الحمد لله. بيوت العفاريت كلها مسكونه بالقليل. بص عليكم عائله. ده انتوا عيله معفنه. اعوذ بالله. اهو لا راجل. انا اقول بالله انا اقول. كواليس العمل بقى مع كل النجوم الكوميديانات اللي مشاركين معاك في هذا العمل، اخبار الكواليس ايه خلف الكاميرا؟ عايز اقول لك بدريه طلبه وايمان السيد هيبقوا يعني بعد المسلسل ده هيبقى موضوع، هتبقى نقله فيهم تاني. انا بفكر يعني ليه منتج ما يعملش مسلسل او حاجه سينما لايمان وبدريه، ايمان وبدريه. عايز اقول لك في حاجات في الورق مش مكتوبه، انا بنسخسخ من عيد من ده، وبعدين اكنهم حافظين بعضيهم. دي تقول فيها كانهم انت عارف تضرب قلم تراك عارف الجو ده. انا بعاني بقى من الاكل بقى. طبعا انت عارف البلاتو مش احنا ايه يعني ايه كذا اوضه. فاتفرج بقى على الاكل بقى، دي طالبه ملوخيه ودي طالبه سبانخ، والسبانخ راحت هناك والملوخيه راحت هناك، عارف الجو ده. ايوه وانا بقى السقلب المواضيع. والواد يجي بقى بتاع البريك، ايه يا عم انت الواد اللي عندك طلب وانت مش عارف ايه وبتاع والجو ده، وانا اقعد بقى اعاني معاهم هما الاثنين. عايز اقول لك يعني في حب عارف ليه؟ لان مفيش حد بيغير من حد. يعني هي دي اهم حاجه، اهم حاجه. يعني صح ولازم تبقى عارف الواحد يعرف حجم نفسه. سعد الصغير انت راجل بتعمل ايه بمطرب وبتمثل الف فيه، ما تجيبش تقول لي انا كوميديان. لا كوميديان ما تقولش ليه حضر لي افيه، لا انا سايب عايز اقول لك ايه، سيب الخباز مش عارف الكوميديانات سيبهم هم يعملوا، وانا يا دوبك بعمل ابتسامه معاهم وحد تاني كده. عايز اقول لك مفاجاه معايا عباس حموده في المسلسل ده، جه بص عسل قتلنا يا راجل جميل قتلنا. عايز اقول لك حاجه يعني ممثل انا ما شفتش زيه. عايز اقول لك حاجه بيعمل مشهد في 3 ساعات. اللهم صل. عايز اقول لك ما شاء الله قتلنا الباسط حموده يا جماعه. وفين التكييف يا جماعه؟ لا مش اشتغل يا استاذ، لو شغلنا التكييف بيعمل في السود ده، وانا حران شويه نريح كده ونصلي على النبي كده وشويه كده ونشتغل يا نجم الشام عشان خاطر ومصعب عشان خاطرك انا اعمل المشهد ده ونعمل. استاذ مثلا مهرج طبعا كلها كواليس كوميديه كلها. لا بص يعني احلى حاجه ان احنا وبعدين معانا تحت العماره كلها. عايز اقول لك بقى بيستنوا بقى اما يجوا بتاع. عايز اقول لك انا عايزك تيجي الصبح بقى قدام الكورنيش مش فول وطعميه يا ريس ب 88 جنيه فول و 88 جنيه طعميه وتلاقي هي بص طول ما فيش غيره خلاص. الكيمياء والحب اهم حاجه، ده بيساعد في نجاح العمل لما بتشوف النفسيات والاحقاد فبتلاقي الدنيا بتتعب. اقول لك حاجه، ولو مسلسل على قد حاله في ربنا بيكرمه عادي وبيكرمه ايه ده زي الافلام. ما في فيلم يقول لك يعني السنه اللي فاتت مثلا لاحظت انا سعد وبرضه النقاد لاحظوا ايه، ان الاعمال اللي هي شبابيه دراميه نجحت زي رقم مجهول وطرف ثالث وفي اعمال ثانيه لكبار النجوم نجحت بس ما نجحتش نفس النجاح بتاع الشباب طبعا، وكانت الامكانيات اقل من الامكانيات اللي واخدينها الكبار. فهي الفكره بتبقى تسهيل من عند ربنا، وفي نفس الوقت يعني الحب والكيمياء والروح وانك تحافظ على العمل ده، انك انت تحاول توصله لاعلى قمه في النجاح، ده بيسهل الامور يعني. هي دي يا سماحه. تخيل انت بنتين مع بعضيهم، دي بتبص لدي كده ودي بتبص كده، فلازم دي تقول لدي يعني لازم تقول لها انت رايحه فين؟ فالتانيه تقول لها انا رايحه كذا. فتخيل هم بيتكرروا تقول لها خير ان شاء الله. عارف مش هي دي الجمله خالص، نور عايدين عارف انت كده. لكن انا ما فيش ايمان الاثنين. عايز اقول لك حاجه، ايمان السيد عسل وبدريه حبيبي. انا الصبح لهم اول مره اشوف تمثيليه ما فيهاش واحده حلوه، حرام عليك. ابوس ايديك ما فيش عارف انت لو واحده جت ضيفه ورده طيب واحده يعني عارف اللوكيشن كله رجاله ودول الاثنين يعني الطراي اللي موجودين ما فيش حاجه. ما فيش. ما بصدق اي حد ضيف يجي اقعدوا نبقى معانا شويه ربنا يخليكم. ما هم بيضحكوا خلي بالك بيقربوا كده، فربنا رب يكرم ان شاء الله. اسمه الكريم. انت واخد السنه من اولها على الحامي كده ليه؟ المصريه دي بيتي. يا ولد اخبار الاغاني بقى في السات كوم ايه؟
عايز اقول لك انا هعمل تتر ان شاء الله باذن الله، بس لسه ما جهزناهوش. وعايز اقول لك بغني بقى في مسلسل كتير، اغاني اللي هتبقى شريط ان شاء الله. ان شاء الله في شريط نازل في العيد ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى 13 اغنيه باذن الله، كلام ملك عادل ومحمد عبد المنعم الملحن، ومعاه موزع احمد عادل ورفيق عاكف وباسم منير. الله. وعصام كاريك عامل له اغنيه. حبيبي بس كنا في الغردقه متكرمين مع بعض وبعدين عصام. انت عارف كاريك موديها غردقه دبي لبنان على طول. ده بيروح يتغدى في لبنان ويرجع على طول. ايوه وان شاء الله باذن الله هيبقى شريط طب حلو. لازم انت جبت حاجه جديده، لازم نسمع حاجه منك جديده بقى، ما ينفعش. عامل حاجه بتقول تتربتتتات انا راجل بتاع ستات، تتربتتتات انا راجل بتاع ستات، تتربتتوت انا بحب الستات موت، نفسي اتجوز 4 اصل دماغي مطرعه، انا نفسي اتجوز 4 اصل دماغي مطرعه، ال4 يبقوا خام ويسمعوا الكلام، ال4 يبقوا خام ويسمعوا الكلام، ويقولوا سي السيد جه ويقولوا سي السيد جام، يلا تتربتت كده. الله واحد نفسه يتجوز 4 نفسه 2 بس حتى. محتاج شايف ان الوقت الحالي محتاجين كوميديا ومحتاجين روح كده خفيفه تغير شويه. مش محتاج نكد، احنا اصلا متنكدين علينا وكل يوم الناس بتعيط، فاحنا عايزين نفك عنهم شويه بس. فمش محتاجه بقى ان انت تعيط نكد، مش ناقصه البلد اصلا في نكد، وربنا ربي. دي تاني تجربه بعد فوازير. كنت عملت فوازير قبل كده؟ لا انا عملت مع استاذه ورده انا الاوان، بس ما كانش كده، عارف اللي هو ايه يعني اوام كده، كنت بقول كلمتين وامشي، كل يوم كلمتين وامشي. اول مره اقعد بقى بقعد من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه، ما ده بقى عملك من ايه ومكياج ومانيكير. اكتر المشاهد بقى اللي انت يعني حاببها قوي او حبيتها في العمل ده بتتكلم عن ايه؟ شايف عامله ازاي التواكب ما بينها وما بين الناس في الشارع؟ اللي انا شايفه اللي عارف اللي حد كذاب قوي، عارف مع فايمان على طول، امان والاثنين، انا اصلا دي مراتي ايمان مراتي وبدريه حماتي. الله. فعيله عارف انا على طول، لهم عيله واطيه، عيله مش عارف فهم عايزين يحسوني ان هم انا الواطي ومش عارف ايه، وهم بقى فكل شويه بقى بدريه شويه. على فكره انا خريجه مدرسه سانسلك ايه؟ تقول لي طب خد دي، عارف هاني شاكر؟ اقول لها تقول لي كان معايا في الكلاس بتاعي هاني شاكر، هو عارف. طب خد دي، عارف اغنيه بلدي كان بيغني هنا؟ تقول لها ما انت، تقول لها لا ده كان بيغني الفراخ البلدي مش دي. عايز اقول لك بص كوميديانات انسى الحاجات دي على الهوا كده. ايوه فهم يعني لزاز، فانا بقول يا رب اعمل معاهم فيلم باذن الله. انتظروني على شاشه المصريه في بلاتو. استنوني على المصريه في برنامج بلاتو. استنوني على الفضائيه المصريه. استنوني على المصريه برنامج بلاتو. نيكول صابر. استنوني على الفضائيه المصريه وبرنامج بلاتو. يوسف. استنوني على الفضائيه المصريه في برنامج بلاتو. جمال سليمان. انت ايه رايك في المهرجانات، في البرامج، نوعيه البرامج الغنائيه دي؟ شايف من وجهه نظرك بتفيد فعلا الفنان ولا هي ايه؟ ولا فيها مجاملات ولا لا بص ما فيهاش مجاملات، وضعها ايه؟ وهي فاشله. مكسب فقط لا غير. اللي يقول كده اللي بيكسب، عايز اقول لك الحكام اللي قاعدين. اقول لك تعالى قول لي مين فاز في مسابقه وبقى نجم. هم بيعملوا ايه؟ كسب، يدوا له عربيه او انت قدام الناس كده فهمتني، وصاحبنا يقعد في البيت ويدفع الجمرك بتاعه، وهو قاعد في القهوه بقى. بص انا اللي خدت مش عارف اكسفكت انا طب وبعدين هم لو بيتكلموا بقى صح. وبعدين ما بيعجبنيش حاجه، بس انتوا عانيتوا، اذا كنت نانسي عجرم ولا اي حد نزل ولا حسن استاذ حسن عمال يقول لك لا انا ما حدش يعرف حسن ده، ولا امي حتى بتعرفه ولا حد مصر يعرفه. لا ايه يا عم انت ايه والله حلمي بكر قال معايا كده في حلقه على الهوا في الفن هيتغير، والراجل زعل رايح متكلم في برنامج تاني قال انا تاريخي كبير ومشرف. تاريخ ايه يا عم بتاع تاريخ؟ بص عايز اقول لك حاجه، الناس دي ما تعبتش في حياتها، ما يعرفش يعني يكسر بني ادم. انا عايز اقول له حاجه، بس اقول له حسن حاجه واحده، انت اما بتكسر انسان انت ممكن تقول له على فكره يا استاذ انت صوتك انت رائع جميل جدا، بس معلش بص حضرتك ده في حته صغننه عنك. صح. اقول لك حاجه، انا لو مكان ده، يعني انا ابن شبرا ورحت البرنامج ده، تتخيل ممكن لو سقطت ما اقعدش في المنطقه تاني؟ لان ابن ايه اللي سقط طبعا، والناس تكلم ايه يا مساعد ابنك سقط يا اختي. ايه ده؟ هو مش هو مفكر الموضوع سهل، فكر ان انت سقطت واحد كده وخلاص. ده الدنيا كلها، ده انت بتقضي على مستقبل واحد. خلاص اقول لك حاجه، قضى على مستقبله، وهو ربنا بقى ممكن يروح يقول له عارف ايه، لا خد ده انا مش دوت، ده انا ربنا. مين دوت؟ لازم نراعي برضو يا عم انت جاي واخد 2 مليون جنيه عشان تقعد، ولا انت واخد عشان تقعد منظره على مخالق ربنا؟ لا يا عم قول له انت وحش،
بس بالراحه كده والشام بالراحه حبيب قلبي بالشيك. والله العظيم صوتك جميل ما قوي. تجرحش يعني الواحد لا هما بيجرحوا من غير ما تجرح. بيجرحوا. والاستاذه احلام دي محساني ان هي استغفر الله العظيم يعني هي مش يا جماعه اقول لك حاجه، ما حدش بيعرف يغني، كلكم بتاكلوا عيش. لو على الغنى عارفين الناس اللي بتغني صح ومش عارف ايه، بس عايز اقول لك حاجه، هم مش عارف الفلوس بتغير الناس ولا ايه، مش عارف يعني. هو ده لو انا قلت لك الارقام اللي هم واخدينها، يعني ناس واخده مثلا 4 مليون وراغب مش عارف 3 مليون وده ايه يا عم انت، هو ده واخدين فلوس بقى تبقوا مستريحين نفسيا بقى. يعني خلوا الناس دي تبقى لطيف. لا طب انت لو فكرت تعمل يعني برنامج هجيب سماح. تعالى يا عم سماح غني ايه رايكم يا جماعه في الصوت الجميل ده يا جماعه؟ جميل، ربنا رب يوفقك. انا بكلم استاذ طارق عبد الله وبكلم نصر محروس وبكلم، يا ريت يا جماعه تعملوا اغنيه للراجل دوت. ليه ما اجيب طارق عبد الله ونصر واجيب كل المنتجين يعملوا له اغنيه، ولا اقول له انت وحش ولا اقول له انت حلو ولا اختاره ولا صوتوا له ولا الطمه. قدم موهبه وخلاص. صح، قدم الموهبه وخلاص. انت بقى حاسس ان الموهبه دي هتيجي هتجيبها، خدها من ايديها وخلاص. ما فيش ده بقى تحرجني وتقول لي لا انت وحش. اقسم بالله العظيم انا اعرف ناس كانت هتموت نفسها وتنتحر بسبب البرنامج دوت. يا حول ده هم قاعدين بس بيشربوا سوري عشان الاعلان، بيشربوا حاجات ساقعه يعني وحاجات كده والحاجات ديت مش عارفين الناس فيها ايه. ربنا يسهل لهم. لا لازم يعني الواحد يحس بالاخر ان دي حاجه مهمه جدا، ان اللي ما بيحسش ما حدش هيحس بيه، فدي مشكله ثانيه. يا عم قدم المهمه مالكش دعوه انت وخلاص. احنا اولاد بلد بقى. لا يا عم هتظبط لي قصه حلوه النهارده. اقول لك اقول لك حاجه، احلق لك قصه الكابوريا. عندي الكابوريا ب 2 جنيه دلوقتي يعني الكابوريا عندي ب 2 جنيه استاجوزه 3 جنيه وريال. ما انا الحلقات بقى عارف انت شادي سمك. لا تعالى خش جوه تشوف كل حاجه دلوقتي. عايزين حته بوري بقى. لا كله بوري هناك يا راس وشمبانزي كله. اكشن. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ الظاهر ان قدرنا واحد. النهارده مفيش حكومه. انا الحكومه. بتحلم يا سعد نفسك تعمل ايه الفتره الجايه؟ لا والله نفسي. سعد مجتهد ما شاء الله وربنا دايما يزيدك ومن نجاح لنجاح، بس يعني حلم سعد الصغير ايه؟ حلو عارف انت حد كان حلمه الناس تسلم عليه وخلاص، هو ده حلمي خلاص. يعني الناس شافني في السنه ازيك سعد وبتاع محبه بس، فالناس حابين، مش محتاج حاجه ثانيه خلاص. كان محتاج عملت سينما شريط عملت شريط، كان نفسي اخش في بيوت الناس فربنا يدخلني بيوت الناس، بس مش محتاج حاجه ثانيه بقى عالميه والجو لا ولا بس انا كان نفسي الناس تسلم عليا. انت عارف عايز لا سلام لو سعد زهر فخلاص انتهى. هم نفسي استريح بقى، انا عارف اللي هو نفسي اخرج بقى اروح الكشري، عارف انت الجو بتاع زمان ده. لسه والله العظيم 3 سماحي لسه جاي لحد دلوقتي من الشركه بتاعتي. انت عارف انا كنت بلعب كوره في مصانع حربيه. ايوه والله العظيم يا سماحه بنطلع الاسبوع ب 15 جنيه اكل عشاء وكل حاجه، غدا وافطار وعشاء، وانت لازم تاخد 2 كيلو بسبوسه. الله. بص بقى زاد بقى بكام السنه دي؟ ب 130 جنيه. فجايين زعلانين بقى، شفت يا عم انت كنت في النقابه، بس كنت هناك بقى في شركه في النقابه مع زمايلي بتوع كلهم. فازاي كنت انا بعمل ثوره. بص ب 100 بس اقول لك ايام بقى سعاده. ايام سعاده. انا بقى ينفع اطلع المصيف ده دلوقتي؟ لا. لو رحت بقى انت اقول لك حاجه، انا الحاجه بتحب تصيف خالد وليد من حبهم فيك هتلاقي نفسك ايه خلاص. انا نفسي انزل ميه. انا على لغايه دلوقتي انا عمري في حياتي ما رحت مارينا. ما بصيفش مارينا، على طول في خالد بن الوليد. خالد بن الوليد جميل. بروح الحاجه بتبقى ايه، الحاجه بتختار تاني بلكونه تالت فانا لو وقفت بقى الحال انت عارف يا فاضطر اخش. تلاقيني اروح مثلا المصيف مع الحاجه، بس انا مش رايح مصيف بقى، ده انا رايح شغل في اسكندريه. تلاقيني قاعد طول المصيف قدام التلفزيون واجي انزل اروح على الفرح، فمش واخد راحتي. عارف بقى لو انا ساعات تلاقيني نازل بقى بتاع، انا كنت اخد مثلا المعسكر بتاع الشركه واروح بتاع الجيلاتي مثلا. احنا ايه هو ايس كريم، احنا زي ما بنقول عليه جيلاتي، عشان يقول لك جيلاتي ايه ده؟ كنت اروح له بقول لك ايه، احنا هاجي لك بالليل ومعايا المعسكر بس انا واصحابي ما تاخدش مننا فلوس، عارف الجو ده؟ ايام كانت جميله. واروح بتاع الطعميه مش معانا فلوس بقى فتعمل اي حاجه. الايام ديت مش هترجع تاني. انت عارف كان المصيف بتاعنا فين؟ في فصل المدرسه.
احنا واخدين مدرسه وبيحطوا السراير في الفصل كده، انت عارف كده، ودمتم على كده. احلى مصيف، الله، احلى متعه. قول لي تجربه المذيع بقى يا جماعه. سعد الصغير بقى مذيع لا بس مش على قد كده بقى، انا عايز لا اغني ما بقى. اقدرش عليك. انا لازم اغني النهارده. لا انت شكلك مطرب بصراحه كده. انت عارف المطرب امكانياته مايك وبدله وتنزل. انت شريت مايك دلوقتي وبدله وانزل غني. خلاص هو هيوظفني خلاص ودي تيريتي وكلام كده خلاص. اخبار تجربه التقديم ايه بقى معاك؟ حسيت عايز اقول لك هي حلوه، لان انا اما بجيب ناس بيبقوا زمايلي فاعرف عنهم كل حاجه. زي سماح كده بيسالني من يعني انت فيك ميزه، لا فيك حد بيقول لك اسئله بتاع، فانت عندك تلقائي طبيعيه. ولو لقيت حد رخم وقال لك على طول بتروح حد طيب معاك خلاص، دي بتبقى دي الحرفه. فانا الحته دي خدتها ان انا عارف اصحابي. يعني عملت معاك لقاء هيبقى لقاء جميل جدا، لان انا عارفك، عارف بتسهر فين وقاعد تقعد مين وبتحب والدتك ازاي. فهي دي بقى، هي دي ميزه البرنامج عندي، ان انا عارف عارف الضيف اللي جاي ايه. فبس فممكن ابقى حلو عشان انا دارسه بس. لكن انا لو اشوف لو حد ما تعرفوش هتبقى مش مرتاح قوي. مش مرتاح. وبعدين ايه، ببقى قاعد بقى مذاكر له ايه ده، طب بقول لك كده وده هتنك عليا، طب ممكن ده مش عارف يقول ليه، طب تعالى نركب مرجيحه اقول لها عارف الجو ده. فبحاول بدرسه ازاي بقى اول ما يجي. اذا كانت مع عمي وبتاع قال لي روفار وسانكس والانجليزي ده بس انت كده، اروح بقى ماسكه بقى يا ريس مديله بقى. حضرتك جبت مرجحه قبل كده؟ لا والله انا رحت نيويورك ونيويورك اللي حضرتك كنت شغالي زمان، واروح ماسكه بقى. لما نيويورك فيها المناطق الشعبيه برضه جامده، خلي بالك. في بتاع هناك هارلم وبتاع في ملاهي هناك بس مش عارف اسمها ايه. ديزنزي دي ولا ايه؟ ديزني لاند. ايوه هي بنت لذيذ السندباد اللي عندنا ديزني لاند ديت، هي دي بالظبط يا ابن عمي. كل اللي يجي لي بقى تنك اقول له ركبت مولد قبل كده، وتقول لي والله ديزني لاند، اقول له تقول لي على فكره في ضيف قبلك قال ديزني لاند. الدرب الاحمر المولد يا جماعه ده حكايه. الدرب الاحمر ايام بقى الناس دي ما تعرفش حاجه يا عم. انت مقضينا ديزيلاند وديزي بتاع مش عارف ايه. انتوا مين حضراتكم؟ احنا العفاريت. عفاريت ولا قصدك ام الخير وبسيمه مراتك؟ جمدي قلبك خليكي واطيه زي امك. محرز ورز الفيلا وعليها 15 جنيه المكواج. انت باين عليك هتجيب عيله محرز الارض. الاسطوره محرز. كان في رايق وصغير. سرديناتو اخي فيها. جمع موضوع الورث ده عمل له صدمه في نافوخ. انتوا هتعرفونا من اولها ولا ايه؟ اخيرا جه اليوم اللي هننتقم فيه من عيله محرز. صيح الدين. انا رئيس مباحث قسم العفاريت اول. عفريت زميلنا كان لابسه بني ادم. خرجته ازاي؟ خرج بكفاله الحمد لله. بيوت العفاريت كلها مسكونه بني ادمين. بس عليكم عائله. ده انتوا عيله معفنه. اعوذ بالله. اهو. لا راجل. انا الميزه في مصر ان عندك تراث عربي جميل وحاجات الواحد فعلا بيتشرف انك لما تروح تشوفها بترجع لزمان وللاصاله وللجو. يمكن برنامجي الجديد اللي انا بعمله اسمه يوم مع النجم، باخد كل نجم نتفسح في حته في مصر، اللي في الحسين، اللي في الهرم، اللي في القلعه، اللي في وانت لازم تبقى معايا. كنا انا وطلعت زكريا في الميه، انتصار في لانش في نيل، مش عارف محمود عبد المغني في مناطق بيئه مش عارفه ايه، ونروح شبرا وشفنا مصر من جوه الحياه. انا اوديك حته لو رجعنا بالكاميرات يا ريس يبقى خير وبركه. يا مستاهل ماشي يا ريس. ومعتمل يخطفوا المصورين كمان، ولو معانا معد كله هيتخطف يا ريس. احنا بس ايه واسطه معتمل يسيبونا انا وانت. ايوه. شوف بقى متضايق مع مين وهنجيبه يا ريس. مناطق ايه يا ريس؟ تحت الصفر يا ريس. ايه الحقيقه الواد سعد معاه واد اجنبي. انت بالنسبه له اجنبي هم مش فاهمين. التلفزيون انا بتاع السن بين بيه ده. يا لهوي الكاميرا دي بكام؟ قالوا له 100 جنيه مش عارف ايه ب 2000 جنيه. يلا نسرقها يلا. وانت بقى يبقى هات لي واسطه وانا نجيب الكاميرات احنا نجيب. يعني بجد والله العظيم نورتني النهارده، ودايما بتنورني، وربنا يكرمك ويوفقك دايما، ومزيد من النجاح والتألق، ومع بعض ان شاء الله كل ما تفضى كده تلاقي نفسك يا رب. تجي لنا بقى الاستوديو ونعمل جو حلو. يا جماعه سماح صاحبي خلي بالكوا، بس هو مشكلته ان هو بيقعد على كافيهات ايه غاليه شويه يعني. يعني تقعد معاك لا ابن عمي انت ابن بلد بس الكافيهات اللي بتقعد عليها غاليه شويه يعني. مره قعدت معاك مش عارف دفعنا 100 وحاجه كده. ايوه انا بدفع 5 جنيه وريال يا ريس، لا قاعده يوم كامل بحاله. يا باشا انت النجم بتاعك. ربنا يخليك سماح، ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك ونورتني النهارده. وتحب تقول لكل المشاهدين شاشه المصريه والتلفزيون المصري عن مسلسل اوسادكم عفاريت محرز، واغنيه تختم بيها بقى لجمهورك بالفضائيه بقى اللي بيشوفك بره. ربنا يخليك حبيبي. بقول للفضائيه المصريه كل سنه وانت طيبه يا احلى فضائيه يا احلى تلفزيون. بقول للشعب المصري كل سنه وانت طيب يا اعز واغلى واطيب شعب.
وهو حد فيكو زعل امي خلوا امك ما تخنقهاش عظمي طب هو حد فيكو زعل امي خلوا امك ما تخنقهاش عظمي لو امي شايفه الشبكه على العروسه يبقى تجيبوها وكمان فوقها بوسه مع احترامي لامك او لعمي في الاتفاق كلمه امي طب امي عايزه تقابل امك بس مش هبعتها لامي الا لما تقول لها تعمل واجب مع امي عايزه تريح امي الا تقول امي عايزك قبل مامي تمشي تكونوا مخلصين ومتفقين معاه ما تعدوش وراه وهو حد فيكم زعل امي لو امي طلبت منكم تدفعوا لها لا وهي طالعه على السلالم زغرة لها عقبال عندك يا ام سعد. كان في حاجة يعني قبل ما انهي مع حضرتك لا طب تعالى بقى نكمل معاهم كل سنة وانتم طيبين مشاهدي الفضائية المصرية وبلاتو محمد سماحي وكل اللي موجودين واللي بيصور واللي قاعد عمال يبص لي حاجات غريبة. بشكركم على الزيارة الجميلة دي. انا مذيع بطل برضه خلي بالك الدور الجاي هتلاقيه حلقه اقرع عشان اصحى بقى وبلاش تصدق. ايوه لا 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 برنامج شيق جدا، برنامج يعني منه ومننا فيه. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو مع محمد سماحي. مشاهدينا وكده بتكون خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده وحوارنا مع النجم سعد الصغير. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده وبرنامجكم بلاتو.